تكلم يتحاور مع الأمريكا في هذه المسألة، قضية أسامة بن لادن. طلبنا منهم الشواهد والدلائل حتى يثبتوا أن أسامة بن لادن فعل هذه العملية أو أمر بهذا الشيء، ولكن ما عندهم دلائل مثبتة، ما عندهم الشواهد حتى يعطوننا أن أسامة بن لادن كان في رأس هذه العملية، هو كان السبب الآمر لهذه العملية. فحسب ما سمعنا من السياسيين وحسب ما تابعنا القنوات والأخبار والمجلات وكل شيء والتحاليل من السياسيين والناس، كل الناس يقولون خلف هذه العملية كانت مخابرات الأمريكية. هذا الذي وصلنا إلى يعني وأنتم تعلمون أن بن لادن كان صنيعة المخابرات الأمريكية، أليس كذلك؟ ما أظنه، والله أعلم، ما أظن، أو في الأقل أنها ساعدته على أن يؤسس القاعدة. والله بالضبط هذا الشيء ما أعرف، ولكن أسامة بن لادن وهم يتهمون بهذه العملية هو أصلا شيء ما كان سببه هجوم الأمريكان هذه العملية. هناك في أسباب. السبب الواحد، السبب الأكبر للهجوم الأمريكان على أفغانستان هو كان قيام الدولة الإسلامية. نعم، ولكن قبل أن تقوم الإمارة الإسلامية أيوة. كانت هنالك أيضا حكومة المجاهدين، وهي أيضا تقول أنها تحكم باسم الإسلام. ما هو الفرق بين إسلامكم وإسلامهم؟ هم كانوا مسلمون ما شاء الله، ولكن هم كانوا ما يستطيعون يسيطرون على الشعب الأفغاني، ما يستطيعون يسيطرون على احتراق المواد المخدرة، ما يستطيعون يسيطرون على الحدود. كانت الإسلامي ما يستطيعون تقريبا يمنعون المنكرات والفحشاء في أفغانستان وقطع الطرق والفساد، ما يستطيعون هذا الشيء. فلهذا جاء الإمارة الإسلامية جديدة إلى أفغانستان. يعني هل أنتم قضيتم على المخدرات في أفغانستان؟ الحمد لله. لما كان أمير المؤمنين مؤسس هذه الحركة، مؤسس الإمارة الإسلامية الشيخ رحمه الله، الشيخ مولا محمد عمر مجاهد، وأصدر حكم واحد، قالوا من اليوم بعد ذلك ما تكون مزارع، هذه مزارع المواد المخدرة نحن نسميه أفيون. فبأمر واحد الحمد لله احترقت كل المزارع حتى نزلت إلى درجة الصفر. وبعد أن جاء الأمريكان رجعت هذه المزارع، بل أكثر، لأن الأمريكان تقريبا يريدون هذا الشيء، وهم ما يريدون احتراق هذه المزارع لأنهم يستفيدون من هذا الشيء، وهم ينقلون من أفغانستان في طياراتهم إلى الأمريكا، لأن الطيارة الأمريكية ما تفتش في أي مطار. إذا دخلت أي دولة ما تفتش طيارة أمريكية إيش في هذه الطيارة. ليس مسموح لدولة تجي من أفغانستان إلى واشنطن، هم تنقلون هذا الشيء إلى واشنطن. وهل حكومة السيد غني الحالية في أفغانستان على دراية بما يجري من تهريب للأفيون من أفغانستان عن طريق الأمريكان؟ غني مسكين عنده إدارة في نصف كابل، بل أقل من نصف كابل، ما يستطيع يفعل في الولايات، مثلا ولاية فلان محافظة فلان، ما عنده أوامر وما في أحد يسمعه وما في أحد يطيعه. بل كل ولاية كل محافظة هناك إدارة مستقلة. وغني بس الآن جالس على الكرسي يقول أنا رئيس الدولة، والناس ما يظن ما يسمعونه وما يطيعونه. يعني إذن أغلب الأراضي الأفغانية تحت سيطرة طالبان. إمارة إسلامية الحمد لله، تقريبا قريب إلى بين 60 و70% هذا سيطرة إمارة إسلامية، وهي التي تحكم هذه المناطق. أيوة حسنا، ما هو الشرط؟ يعني هنالك أيضا قوى سياسية وقبلية واجتماعية ربما لديها حضور وقوة اجتماعية وسكانية، كيف يمكن